شباب الخليج شنو قاعد يصير في السوق السعودي هالفترة؟ ليش السمارت ماني في سعودي أرابيا قاعد يركز بقوة على أسهم التوزيعات؟ اسمعوا هالنقطة زين. كبار المستثمرين ما يدورون بس مضاربة سريعة، هم يدورون تدفق نقدي ثابت يحمي فلوسهم، خصوصا مع تقلبات الفائدة وأي توترات اقتصادية عالمية. لما الفائدة تكون مرتفعة شوي، الفلوس تروح للأصول اللي تعطي دخل ثابت، وهنا يجي دور أسهم الديفيدند. شركات قوية أرباحها مستقرة وتوزيعاتها سنوية أو ربع سنوية تعطيك كاش وانت مرتاح. في السوق السعودي خصوصا في قطاعات مثل البنوك، الطاقة والاتصالات، نشوف شركات ميزانياتها قوية، تدفقها النقدي ثابت، ونسبة التوزيع مغرية مقارنة بالمخاطر. وهذا الشيء يخلي المستثمر الذكي يقول ليش أخاطر بمضاربة ممكن تخسرني 20% وأنا أقدر أخذ 5% إلى 8%، توزيعات سنوية مع احتمالية نمو بالسعر بعد. فوق هذا كثير من المحافظ الكبيرة وصناديق العوائل في الخليج تفضل استراتيجية الدخل المستمر بدل القفز من سهم لسهم، لأن الهدف عندهم حماية رأس المال قبل تعظيم الربح. ما تنسون بعد أن في مشاريع ضخمة ورؤية اقتصادية طويلة المدى داخل المملكة تعزز استقرار كثير من الشركات القيادية، فالمستثمر يشوف وضوح في المستقبل ويقول خلني أجمع بهدوء. النقطة المهمة يا جماعة، مو أي سهم يوزع أرباح معناته فرصة ذهبية، لازم تشوف نسبة التوزيع من الأرباح. هل الشركة توزع من أرباح حقيقية ولا تستدين عشان توزع؟ شوف نمو الأرباح خلال 3 إلى 5 سنوات، وشوف الديون. المستثمر الذكي يدخل بهدوء ويجمع على مراحل وما ينجرف وراء الضجة. إذا تبي تبني دخل شهري أو سنوي يخدمك سنوات قدام، يمكن أسهم التوزيعات تكون جزء مهم من استراتيجيتك، بس دايما تذكر تنوع محفظتك وما تحط كل فلوسك في قطاع واحد. معكم أخوكم أسلم الدين من قناة كويت ماني هاب، وخلونا نتابع وين رايح فلوس الكبار عشان نتعلم منهم بطريقة ذكية مو عشوائية.